شغال يا معلم. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل الوطن العربي. اليوم الخميس، اليوم كم يا أحمد في الشهر؟ 24. اليوم 24/7/2025. النخل ده مزروع بقاله حاليا كده 7 شهور، مزروع في شهر 3 اللي فات. وما فيش أي تجديد خالص. النخل اللي مزروع معاه في الأول هنا كده، ده هي برضه مزودة هناك، هي دي كويسة ما شاء الله. لكن دي لو سبتها على كده هتموت، والصف كله برضه. تمام، نقلعها كده مع بعض هنشوف برضو فيها جذور ولا ما فيهاش. انا توقعاتي 100% ما فيهاش ولا جدر. ننضفها الاول عشان بيبقى صعب تنظيفها وهي مقلوعه. تمام، حتى الخضار ده بيتقص شويه. تمام كده نضفنا النخله، هنقلعها بقى نشوف بقى فيها ايه عشان نعالجه. ده فطريات، مهما تحط علاج مش هيجيب معاها نتيجه. تمام، ضروري ولا جدر فيها، مزروعه بكل جذورها. المفروض الجذور دي يا جماعه، انا بنبه، ما ينفعش ازرع نخله بكل جذورها، ما فرحش بالجذور. الجذور دي هبص عامل سبب اعفال للنخله، ومستحيل النخله تشتغل الا لما يتعمل فيها ده. مهما احط مبيدات ما تجيبش معاها نتيجه، دي كلها اعفان اهي، ولا جذر حي. النخله بدات تضعف، ما دام النخله بدات تضعف ما فيش تجديد، يبقى ضروري هتشيلها وتعمل فيها نفس اللي احنا بنعمله ده ان شاء الله. خليكم معانا برضو، هنعمل معاكم نخلة من البداية للنهاية. خلاص كده يا جماعة، حتى لو مش متاح معاك علاجات اللي احنا جايبينها معانا، احنا جايبين معانا مبيد فطري واندول. لو مش متاح معاك الحاجات دي، انت تقدر تعالج نخلتك عادي بالرماد. بعد ما يتعمل اللي انت عملته ده كده، هتغبرها برماد وتحط غبرة كبريت في الحفرة، وتتوكل على الله تزرع. خلاص دي كده ما عادش ناقصها اي شيء، هنزرعها بقى على كده ان شاء الله. هننزلها الاول مثلا، شغل البخاخة كده يا مصطفى، ورش للنخلة كلها مبيد فطري. بترش خشبها بمجموعها الجذري، لكن في الزراعة بقى بتغمس الجذر بس في الاندول. ده برضه شرب، المفروض الحاجات دي كلها ما زرعش بيها. النخلة مش عايزة منك حفرة عميقة ولا حاجة. وانت شغال كده مثلا اي حاجة تقابلك ضروري تشيلها، نجيلة مش عارف قال. تمام، عايزين مية بقى عادية يا مصطفى. وقف الفيديو يا احمد. تمام يا جماعة، جبنا كده المية، وبتعمل التربة بتاعتها، بتخلي التربة بتاعتها زي هي اللي بتخليها عبارة طينة سايلة. يعني دي رملة مع تربة من نفس المعدن. أرض عندي بالمناسبة، الأرض دي في الفيوم عندنا أرض طينية. تمام، خلاص كده بقت جاهزة أنزل فيها نخلتي. طبعا احنا أول خطوة عملناها إن احنا غسلنا النخلة كاملة بالمبيد الفطري. تمام، هنيجي منزلينها كده في الأندول. تمام، منطقة الجذر فقط، وتغبرة كبريت على التربة، على الطينية، الطينة اللي أنا عاملها دي. واجي ماسك النخلة واجي زارعها، بسم الله توكلنا على الله. تمام يا جماعة، ادي زرعة النخلة، لا فيها لا علم ولا ذرة زي ما بيقولوا. بسم الله، خليك زي ما انت يا احمد. برضه هنظبط الحوض بتاعها بحيث ان مثلا
بعد الحوض بتاعها هياخد اقل حاجه معايا مثلا جردل الميه من الجرادل دي، وتشرب في الاسبوع مرتين، السقاكم في الاسبوع مرتين. تمام. النخله